بعد ما المباراة خلصت في بعض من الناس دخلت في على طبعا السوشيال ميديا والكلام ده، وقالت لك ايه، الاهلي نادي تحكيم، اللي حصل ده ظلم تحكيمي، لازم يا اخوانا نقف وقفة ضد الاهلي، لانه الحكام بتساعده. لما احمد توفيق ضرب بالدبيس بكوعه، الكوع ما جاش في وشه، او ما نزلش دم. ماشي، هي عجبانه واحنا موافقين ان هي طرد، وخلاص اللاعب اتطرد يعني. انا مش متخيل، يعني مثلا هي المباراه هتخصك، هتخصك ليه؟ لان انت الوحيد المستفاد منها، يعني سواء تعادل. انما فريقي من يعني انت ما تزعلش. المباراه دي ما تزعلكش المفروض. ليه؟ لان الفريقين اتعادلوا، الاتنين خسروا نقطتين. سواء تتكلمت سواء ما اتكلمتش، المباراة خلصت 2-2. حلو. انا دلوقتي لما انا بتدخل مثلا، انا بتدخل لمصلحتي. انا مصلحتي فين اللي انت شايفها؟ انا مصلحتي ان الاهلي وبيراميدز يتعادل، صح كده؟ طيب، ايه اللي دخلك ان المباراة في النادي الاهلي نادي تحكيم، والاهلي اتعادل بالظلم، واحمد توفيق ما كانش اتطرد، وضرب جزاء وظلم، انما هي معناها ان هي واضحة يعني، بس ما علينا برضه. انا اتعادلت كم مرة، وجات لك الفرصة كم مرة ان انت تمسك تركب المركز الاول بقى، وتمسك في الدوري بايديك واسنانك، وعشان ايه ما تنزلش منه تاني. كم فرصة جات لك؟ كتير. انا متعادل 5 مرات في الدوري. ها، 5 مرات باتنين ب10 نقط. انا خسرت 10 نقط. انت عملت ايه؟ انت دورك ايه؟ دور اهم حاجه ان الاهلي يخسر، مش مشكله يعني. النادي ده مش مشكله يعني ياخد الدوري، لا، اهم حاجه الاهلي يخسر. اهم حاجه الاهلي ده ما تقوملوش قومه تاني. هو ده اللي انت فالح لي فيه. الناس بتطلع يقول لك البنا عمل في مصلحه الاهلي، البنا غامر بكل بوظيفته عشان يفوز النادي الاهلي. طيب ماشي، انت تعادلت وانت خسرت والدوري راح منك، فقدت الامل، يقول لك ان اديه لبيراميدز عشان الاهلي ما ينفعش ياخده. لا، مش عايزه. انا الاهلي ده مش عايزه ياخد الدوري، مش عاوز ياخد اي بطوله. انا ممكن، انا مش مهم، انا اخسر عادي، مش مهم. انا اشتم في لعيبه ان ما انت ما تتدخلش. طب وانت بتتدخل ليه؟ الاهلي لعب او ما لعب ما يخصكش. المباراة تخصك، ايوه قلنا هي تخصك، ان هي بس انا المستغربه ان هو التعادل اصلا في مصلحتك انت، في مصلحتك انت كشخصك، عشان المباراة اللي جاية ده لو فزت فيها هتعدي، هتعدي. انما لا، لازم نتدخل ونحشر نفسينا كده في حارة، يعني ما لناش فيها اساسا، طريق مقفول ولازم ندخل فيه. تحكيم، نادي تحكيم. الاهلي فاز بالتحكيم. الاهلي خسر وبيراميدز فاز على الاهلي وحكامه، فاز على الاهلي وحكامه. طيب يا عم، عدي ابطال افريقيا مثلا، هدي انا ماليش فيها. تمام، الاهلي فاز ظلم، فاز بالتحكيم. فزت عليه، فاز بالتحكيم. لا، طب وانت بتفوز بايه؟ وانا لو قلت لك ان انت بتفوز بيها هتيجي تقول لي لا، ما هو انت معترف بقى، ما دام ان هي واحده عندي وواحده عندك، يبقى احنا متفقين ان الحكام بتجاملنا بقى ومجامله وكده. اكبر فرصه، اكبر فرصه لبيراميدز كانت المباراه دي. انت متخيل ان انا فايز 2-0 واتطرد منك واحد؟ طب ما دافع يا عم، دافع، وانت احسن من ريال مدريد لما دافع قدام مانشستر سيتي، مش احسن منه. انت استغليت وما حرمتش. كام مره اهزمك؟ كام مره؟ اخر 3 مرات ما فزتش ولا ماتش، ما حرمتش. انا بس بشوف الناس اللي هي بتبعت رسائل و... وتتكلم بعيد مباراة يعني، وبنينكا ما مشهور عامل عايز يعملها لبنينكا وخبطت في الارض، ما علينا، مش مهم.
الاهلي ما فازش، واللي انا عايز اوصله لك ان التعادل ده هو في مصلحتك. حلو. طب الحكم ظلم بيراميدز، يا عم ماشي ظلم بيراميدز. الطرد ما فيهاش طرد، ماشي ما فيهاش طرد برضه عادي، مش مشكلة، مش مشكلة. يخصك الموضوع، يخصك ان احمد توفيق اتطرد او ما اتطردش، النتيجة خلصت 2-2 وفي مصلحتك انت. مش نسكت ونبص في فريقنا ونخلينا في مصلحتنا، سواء ده لعب او ما لعبش انا مالي. انا اهم حاجة عندي ان انا لو ركزت في انا لو ركزت في طريق كده ومشيت فيه لا هوصل لاخره. ما انا عايز اخد الدوري، بس انا فشلت في الدوري، انا خلاص فقدت الامل ان انا اخد دوري. ليه؟ لانه قدامي بيراميدز وقدامي الاهلي. هتيجي تقول لي انا متعود على بيراميدز اهزم بيراميدز، طب ما تهزم بيراميدز يا عم، ما كل واحد حر في هو اللي بيعمله. انا اهزم بيراميدز هيهزمني انا مش مشكله، قدامك بيراميدز اهو يلعبوا. انا جاي لك اهو، جاي لك انا هقابلك اهو، فوز عليا يا عم. هات، هات حكام اجانب مع كل مباراه انا العبها ضد فريق تاني ومصلحتك فيها. هات لي حكام اجانب ما دام انت معترض. لله الامر من قبل ومن بعد.